الصفراء لو زدت خطأ آخر بمثل يشبه هذا. في وسط الميدان الكرة لصالح مارسيلو دياز، يلعب من هناك مع أرانجيس. ما زال عنده الكرة الأرضية الممتازة اللي هو فيدال فارغاس. بابا 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 جول جول جول. اللعبة من أروع ما يكون من أرتورو فيدال في اتجاه إدواردو فارغاس، يسجل هدف الرابع والثلاثين. يا سلام، هذه المرة فابريسيو أندوها لم يقدر على صد هذه الكرة، وهذه اللعبة من أروع ما يكون. تمريرة رائعة يا فيدال، اطلبها في العمق فارغاس، اختلالات كبيرة في وسط دفاع منتخب الكاميرون. فاهم الشيلي، هل هناك وضعية تسلل؟ الشيليون فهموا بأن الأخطاء فادحة على مستوى دفاع منتخب الكاميرون. بالكاميرا هل سيرفض هذا الهدف أم لا؟ اللعبة كم كانت رائعة من فيدال في اتجاه اللاعب إدواردو فارغاس، وجول الشيلي في الدقيقة 46 من عمر هذا الشوط. هل سيحتسب الحكم أم سيرفض؟ بالفيديو الذي استعمل في المباراة منذ حين، الحكم في نهاية المطاف احتسبه. جول الشيلي متفوق على الكاميرون في نهاية الشوط، هدف مقابل 0. لا، قال وضعية تسلل. نعم قال وضعية تسلل حكم المباراة. كنت أشك بأن الحكم سيعلن وضعية تسلل، قالها ورفض الحكم. الجول 0 مقابل 0، ما زالت النتيجة على حالها. يقول بأن الفيديو اكتشف بأن كانت هناك وضعية تسلل من فارغاس على من تحتاج يا فيدال. هذه هي التقنية الجديدة التي يقال بأنها قد تقتل كرة القدم وقد تقتل هذه المتعة. هذه التقنية التي أدت إلى رفض جول في مباراة المكسيك مع البرتغال. نعم وضعية تسلل، كنت أشك في ذلك. الكاميرا اكتشفت هذه الوضعية من فارغاس، ولكن اللعبة كم كانت رائعة. جول رفض لمنتخب الشيلي، 0 مقابل 0. الحكم صفر نهاية هذا الشوط الأول. موعد بكم مشاهدي الأفاضل سيتجدد مع بداية الشوط الثاني بعد حين بإذن الله تعالى. زميل الأخضر تفضل وضيفيك إليك الخط. جام غضبي إذن على التحكيم وعلى الفيديو من دون شك إذن، لكن مهما يكون النتيجة التعادل الأبيض بين الكاميرون وتشيلي. الكاميرون الذي لم يتمكن طبعا من مجاراة تشيلي، لكنه الأهم أنه لم يتلقى هدف حتى الآن. بعد الفاصل